انا مش هبقى ناجح غير لو وصلت للرقم المعين دوت. خلي عندك انفصال صحي بالحاجات. لما تقول النقطه دي بتستنزفني، لان بعض الاوقات بنحط اهداف والاهداف دي بتطلع مش هي الغرض الكبير اللي احنا عايزينه، لا هي طلعت بالصدفه هي الحاجه اللي احنا عايزينها، بس انا ما اعرفش انا كنت عايز ايه اصلا. عمرك اتعلقت بحاجه وحسيت انك من غيرها مش هتعرف تعيش؟ شخص او فلوس او سمعه او شغل، تحس ان انا مش قادر انفصل عنهم، انا المفروض اشتغل واعمل عشان الحاجه دي وبس، انا اتخلقت عشانها. بتلاقي نفسك دخلت في حاله من اللا شيء، انا مش عارف اعيش بدون الحاجه دي، حياتي واقفه وحياتي مش قادره تمشي بسبب ان انا مش قادر بس اطلع بره الفكره دي، ايا كان الفكره دي ايه، شغل وفلوس. بس فجاه لما الحاجه دي تضيع او تحس ان هي وقفت، تحس ان انت حياتك كلها ضاعت، مع ان حياتك ما ضاعتش، الحاجه اللي انت متعلق بيها هي اللي ضاعت. طيب اولا بقى ايه هو التعلق؟ خلينا مبدئيا نعرف ان التعلق هو حب مش طبيعي، هو لما تخلي الشيء هو مصدر امانك وسعادتك، لو ضاع تحس ان حياتك كلها ضاعت. طيب ليه بقى بنقع في التعلق دوت؟ اولا لاننا بندور على امان خارجي، بنفكر ان في حاجه هتحمينا من الالم. اي حد في حياته بيدور على حاجه معينه، اللي بيدور على سعاده في شغلانه، بيدور على السعاده في فلوس، بيدور على السعاده في علاقه، بيدور على السعاده في ايا كان ايه هو ايه في الحياه. مشكلتنا لما لو لقينا الشيء دوت وحسينا بيه ان ده خلاص حقق لي الغرض اللي انا حطيته في البدايه من حياتي، مع ان بالمناسبه ممكن يبقى الغرض دوت مش صح، او انا حطيته عن طريق الفتره اللي انا عايشها، مش عن طريق ان دي الحياه اللي انا عايزها، لا انا كنت فاكر كده زمان فخططت لكده في المستقبل، فلما وصلت للنقطة دي اتعلقت بيها وبقت سبب كل مشاكلي. بتمشي كده. فلما بنلاقي الحاجة دي بنخليها هي مصدر أماننا، ولما بنوصل للمرحلة دي لما بتضيع الحاجة مش هي اللي ضاعت، أنا اللي ضاعت. بتختلف بقى مفهومها من شخص للتاني، بس هي دي النقطة الرئيسية. تاني حاجة، بنحاول نملى فراغ داخلي. دلوقتي ممكن يكون في حد كان مؤثر في حياتي والحد ده مشي، احنا بقى بنقعد ندور على حد قريب وشبيه من الشخص دوت علشان بس يملى الفراغ اللي سايبه. مشكلة الموضوع دوت ان اللي متعرفوش ان الشخص ده ممكن يمشي برضه، الشخص التاني ده ممكن يمشي، فبتلاقينا دخلنا في متاهات بناء على النقطة دي، ان احنا عايزين حد او شيء يبقى هو مصدر الامان، وده اللي بيسبب نقطة التعلق. انا عايز احس ان انا مطمن لبكرة، بكرة دوت مضمون في ايدي. بالمناسبة جزء كبير من اللي بيخلينا مش قادرين نحس بالامان ان انا مش عارف ابقى مسيطر. السيطرة بتدي نوعا ما احساس بالامان، بالقوة، بان انا ضامن الشيء، والضمان في الحياة غير موجود، بس هو احساس وهمي ممكن يكون من خلال فلوس او وظيفة، بس في ثانية بتلاقيها طارت لانها برضه في ثانية جت، وفي كلا الحالات انت مش بتبقى حاسب لها. فخلي بالك من النقطة دي لانها بتسبب مشاكل على المدى البعيد، مش دلوقتي، ممكن تبقى على المدى القريب بحاجات صغيرة بتمنعك انك توصل بس انت ما تعرفش. عشان كده دايما بقول راجع اولوياتك، وراجع اللي انت عايزه دوت فعلا انت عايزه وبيخدم مصلحتك اللي انت عايزها، لان بعض الاوقات بنحط اهداف والاهداف دي بتطلع مش هي الغرض الكبير اللي احنا عايزينه، لا هي طلعت بالصدفة هي الحاجة اللي احنا عايزينها، بس انا ما اعرفش انا كنت عايز ايه اصلا، هي طلعت معايا كده. فبالتالي محتاجين نقعد نقيم الحاجة اللي احنا اخترناها وطلعت هل هي فعلا اللي انا كنت عايزها. وعلى فكرة مش عيب تماما ان انا اعترف ان انا كنت غلطان، ومش عيب تماما ان انا اقول لا مش دي الحاجه اللي انا عايزها، ومش عيب تماما ان انا اقول في النقطه دي ما كانش المفروض اعمل كده، لان بالمناسبه المواقف بتتكرر معانا. يعني لو شفت من طفولتك لغايه دلوقتي هتلاقي المواقف هي بتتكرر، ما بين فقد، ما بين اهداف، ما بين طموح، ما بين علاقات، ما بين ان انا عايز اوصل لحاجه، ما بين اهداف كبيره، ما بين حلم، ما بين سعي، حاجات كتيره في التفاصيل دي، وما بين خزي وعلاقات غلط وحاجات كده. فهي بتتكرر بس بصور مختلفه. لو انا عرفت الصوره اللي بتتكرر بيها او بالنمط بتفرق معايا مع المدى البعيد. تالت حاجه، لان المجتمع بيعلمنا كده النجاح اهم من نفسك، ومش بس النقطه دي، لان بدون نجاح انت مش هتلاقي نفسك، فبالتالي النجاح اهم من نفسك. هو كلامه صح بس مش صح. ازاي؟ هو بيقول ان النجاح اهم من نفسك، لا الكلام ده مش صح. طيب هل هيكون في نفسي من غير نجاح؟ لا. فمحتاجين نفصل بين الاتنين، لان الموضوع شائك بشكل مش طبيعي لدرجة ان احنا بيجينا ايرور او خطأ ما ان بنربط ما بين الاتنين. لا، نفسك اهم من النجاح، بس نفسك مش هتتكون الا لو النجاح كان موجود. انا حسيت بالثقة،
لما عملت حاجه معينه. انا حسيت ان انا يعتمد عليا لما الموقف اللي انا مش مخطط له ده عملته، حسيت بالثقه بنفسي. كده النجاح ادى لنفسي اولويه، او اداها احساس ان انا اقدر، القدره اداها لها اوريدي. طيب بما ان احنا خدنا الاحساس دوت، ده هيوصلنا لنقطه فيما بعد ان نفسي بقت هي اللي بتعمل النجاح، مش النجاح هو اللي بيصنع نفسي. لما بنفرق هي شعره بين الاتنين، بس الاولويه ان انا نفسي بكبرها من خلال النجاح. بس النجاح مش اولويه. انا اقدر اكبر من غير نجاح، ممكن اكبر بتاثير، ممكن اكبر بشغل، مش بالنجاح اللي انا حاطه. لان النجاح ممكن يبقى ستاندر وحاجه واحده، انا مش هبقى ناجح غير لو وصلت للرقم المعين دوت. ممكن ما يبقاش كده فعلا، فعشان كده قلنا نرتب الاولويات ونكررها تاني. دي نقط مهمه. طيب ازاي بقى نتحرر من التعلق دوت؟ اول حاجه رجع مصدرك لربنا. سبب كل المشاكل بالمناسبه، وهتلاقوها في الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه، ان جزء كبير من مشاكلنا ان احنا بنربط اولوياتنا ومصادر اماننا، والمشاكل اللي بتحصل باشخاص. نجاحي بسبب شخص او شيء زي فلوس او عربيه، انا مبسوط بسبب الشيء ده، بس اللي ما بنحطلوش فرضيا، او نقول يعني اي حاجه بتحصل في الحياه ليها جانب ايجابي وجانب سلبي. اي حاجه بتحصل في حياتنا اليوميه ايا كان ايه هي، مثلا انا صحيت بدري، الجانب الايجابي ان انا هنجز شيء اكتر، والجانب السلبي ان انا ممكن على نهايه اليوم احس ان انا مفرهد وجسمي هلكان بسبب النوم الكتير، النوم القليل اللي انا نمته، وبعد كده الاقي نفسي نمت متاخر فممكن ياثر على انتاجيه تاني يوم. ده جانب. ممكن بسبب ان انا عايز الرقم دوت المعين من الفلوس، ممكن ان انا اتخلى عن حاجات تانية كتير. فاي حاجه في الحياه ليها جانب ايجابي وجانب سلبي. انا محتاج بقى كل قراراتي اشوف ايه هي الجانب الايجابي بتاعها والجانب السلبي، لان لو عرفته همنع مشاكل كتيره في المستقبل. لان انا لو حطيت من البدايه مصدر اماني وسعادتي والرضا بتاع نفسي هو ربنا، ما انا لو حاجه جت كويسه اقول نشكر ربنا، ولو في شر داخل عليا اقول يا رب انت اللي بتصد عني، انا ما بعملش حاجه، انا بعمل اللي عليا. فبتخلي الاولويات بتختلف تماما من ان انا المصدر الامان والسعي والرضا بنفسي لمرحله ان ربنا هو اللي بيتحرك وبيستعملني كاداه للحاجه اللي هو عايزها. هتلاقي كل حاجه بقت ماشيه في طريق احلى بكتير. انا بعمل الشيء بس يا رب انت عايز اعمل ايه في الموضوع دوت؟ ايه اللي ممكن تنصحني بيه؟ تلاقي نفسك افكار جت في دماغك عمرها ما تطلع منك وانت عارف كده. لو جربت الموضوع دوت هتكتشف ان في كميه حاجات بتحصل في حياتك انت مش السبب فيها، بس بسبب ان انت بتدي الاولويه وتقول لربنا يا رب قود انت السفينه بتاعتي، قود يا رب العربيه بتاعت حياتي. بتلاقيها فعلا مشيت في الطريق اللي انت عايزه بدون ما تحس، سبب بس ان انت سلمت الرايه لربنا. وده عمرك ما هتعرف تعمله غير لو انت اصلا في عشره، في علاقه، في تعامل، في مواقف انا حسيت فعلا ان ربنا معايا فيها، كان واقف، كان بيحميني، بيحاول ان هو يطمني. بس عشان ربنا يرد عليك ويطمنك انت محتاج انت تروح له وتقول له يا رب انا محتاج لك. فهي علاقه متبادله، بتبدا بان انت عشان ما تتعلقش تخلي ربنا هو الاولويه، وعشان اخلي ربنا هو الاولويه محتاج ان انا ادي ربنا وقت واولويه في حياتي، دي ليها مقابل. عشان كده بتلاقي اللي مفيش تعلق، مفيش علاقات غلط. بتلاقي لو انت اوريدي وفي علاقه غلط بتلاقي نفسك انت اللي بتقيم العلاقه دي، وانت اللي بتخرج نفسك بنفسك منها لانك عارف ان هي مش صح. متخيل مدى تاثير ربنا في حياتك لو انت بس اديته القياده في حياتك؟ هي فكره بس هي مؤثره في حياتنا للدرجه اللي احنا مش مستوعبينها اصلا، ودي مهمه جدا. تاني حاجه درب نفسك ان انت ما تتعلقش بالحاجه، يعني خلي عندك انفصال صحي بالحاجات. لما تراجع نفسك وتراجع اولوياتك، لما تقول النقطه دي بتستنزفني، انا مش عارف ابقى اكون هنا مرتاح، يبقى احنا محتاجين ننفصل عن الشيء ده. وبالمناسبه لازم يكون في ليك مرشد هو اللي يقول لك كده، لانك ممكن تحس ان يعني في مرحله في حياتنا بسبب الضغط بنبقى عايزين نهرب منها، بس هي دي المرحله اللي هتبنيك. انا مش قصدي في النقطه دي تماما، انا قصدي ان في حاجات احنا بنحبها لدرجه ان هي بتهلكنا واحنا عارفين كده، احنا عارفين ان هي بتهلك، فانا محتاج انفصل عنها شويه واخليها تبعد عني او انا ابعد عنها علشان ما يتمش الاستنزاف. لان كل حب وتعلق هو بيستهلك جزء من وقتك وطاقتك وتفكيرك. الوقت دوت انت محتاجه علشان اولوياتك وسعيك والحاجات اللي انت نفسك تعملها، فمش هتكون موجود الا لو اديت الاولويه انك تبعد، وهتبعد من خلال الانفصال الصحي. خلي بالك من النقطه دي، لان في حاجات كتيره احنا ممكن نكون بنحبها وبتستهلكنا، بس انت لازم تبعد. مش معنى كده انك تبعد نهائي، خليك ذكي ان انت ابعد بعيد عنها شويه لمرحله ان انت ما تحسش ان هي مسيطره عليك. لما ما تسيطرش ارجع انا بقى بالراحه وانا اللي اقود الموضوع دوت، مش هي اللي تبقى مخلياني شخص مستهلك مستنزف مش قادر يفكر حتى. هنا بقى بتيجي المشكله. ثالث حاجه واجه مخاوفك.
النقطة دي مهمة جدا. اسأل نفسك في حاجة، لو الحاجة دي اختفت هل هنهار ولا ربنا معايا؟ لان سبب اللي انا متعلق بالشيء ان انا متخيل حاجه خطيره جدا، ان انا حاسس ان انا لوحدي، فالحاجه دي هي اللي بسببها انا كويس، ولو الحاجه دي اختفت انا مش هبقى كويس. دي معناه نصيبه. ان دلوقتي مصدر امانك في الحاجه، معنى كده ان انا معرفش يعني ايه ربنا اصلا، معنى كده مش عارف يعني ايه الاتكال على ربنا. المتوكلون على الرب زي الجبل. انا مش هفهم دي غير لو انا اتكلت فعلا، حاسس ان انا واقف ثابت كده، مش شويه هوا يطيروني. هنا بنفهم الفرق بين الشخص اللي اتكاله واولوياته على الحاجات اللي هو بيحبها ومتعلق بيها، لان هي اللي مدياله قيمه، لو اتشالت منه هيحس ان هو ملوش قيمه. هنا هو محتاج يعرف ان في مشكله كبيره، لان معنى كده ان انا مش عارف الاقي سلام مع نفسي، مش قادر احس ان انا مبسوط وانا لوحدي، مش قادر احس ان انا فعلا ربنا بيشتغل في حياتي. محتاج افكر في الموضوع دوت بجديه قوي، لان الموضوع كبير وممكن تكون هو بسبب كل المشاكل اللي في حياتك دلوقتي، بسبب نقطه زي دي بس لوحدها. لازم أنا اكون شايف ربنا، لان لما رجعت الاولويه لربنا لو فتح عليك حاجه مفيش حد في الكوكب كله هيعرف يقفل، ولو ربنا قفل عليك حاجه معينه مفيش حد في الكوكب برضه هيعرف يفتحها. فاحنا محتاجين نرجع له، اسهل وارخص بالمناسبه، بعيدا عن كل المشاكل اللي احنا فيها دي. فمحتاج اراجع، يمكن يكون فعلا الموضوع مؤثر في حياتي لدرجه ان انا مش شايف ربنا اصلا. مهم. رابع حاجه، ابني هويتك من جوه. معنى ان انا متعلق بحاجه ان الحاجه دي برايا، ومعنى ان هي بره عني ان هي مش من اولوياتي اصلا، او بمعنى ادق عشان التبسيط ان هي الحاجه اللي بتديني او هي بتوصلني للي انا عايزه، تمام؟ لكن هي نفسها انا مش حاببها. شغلانه مثلا انا مش بحب الشغلانه دي، بس هي بتجيب لي فلوس وعائد كويس، فانا هاجي على نفسي لمرحله ان هي تستهلك. انا مش ضد الشغل ومش ضد ان الشغل يبقى صعب، عشان بس ما تاخدهاش كعذر. انا مع مبدأ ان الحاجة دي بتستهلكك لدرجة ان انت فعلا حاسس ان انا مكتئب وماشي ويا رب يخرب بيت كل حاجة، لدرجة اللي هي توصلك لمرحلة ان انت نفسك ترمي كل حاجة انت اتمسكت بيها، ترميها في الزبالة بسبب ان قد ايه هي مستهلكاك. لو الموضوع بالشكل الفج قوي في حياتك دوت، محتاج تعمل حاجتين: تبعد الحاجة دي عنك بقدر الامكان، وده اول نقطة. تاني حاجة، تلاقي نفسك في حاجة جديدة، تشوف الحاجات اللي انت بتحبها ومش لاقي لها وقت وتبدأ تدخل فيها. ولو الحاجات دي مش موجودة هبدأ ادور اعمل ريسيرش عن اي حاجه، المهم ابدا احط نفسي في حاجه جديده، لان معنى كده ان انا اصلا مش لاقي نفسي مع نفسي. دي هنا البدايه اللي هتخليني دايما احاول اتعامل مع البشر اكتر واعمل غلطات اكتر، لان انا مش لاقي السلام مع نفسي. فبالتالي نفسي مش هتحميني، نفسي مش هتبقى معايا، بالتالي ربنا برضو مش هيبقى معايا. ما هو ربنا اللي بيدي السلام لنفسك، اللي بيديه اللي نفسك بتديهولك. لفه كبيره بس حقيقيه، ولو فهمتها يمكن كتير من الحاجات ان انت نفسك تقفلها في حياتك تتقفل، لو فهمت دي بس. رابع حاجه بعد ابن هويتك، الموضوع ده مهم قوي. سبب كل المشاكل اللي بتحصل في حياتنا من التعلق، وما بين ان احنا ما عندناش اولويات صح، وما بين ان احنا مش قادرين نبقى مبسوطين، وما بين ان في كميه علاقات انا حاسس باضطراب فيها، هي حاجه واحده: ان انا بدأت او مشيت طريق غلط من البدايه. الغلط في الطريق دوت ممكن يكون ان انا مش حاسس ان انا كفايه اللي يوصلني لمرحله التعلق، ممكن تكون حاجه تانية ان تحسسني كميه حاجات توصلنا لمرحله التعلق، ده اللي بحاول اوصله. ممكن تكون غير التعلق ان انا بحاول ان انا الاقي السلام مع حد تاني فتعلق بيه اكتر. ممكن التعلق ده يجي من ان انا عايز فلوس بسبب ان انا مش مبسوط بحالي، فالموضوع هنا ملوش علاقه بالتعلق، الموضوع له علاقه بالرضا. ممكن تيجي بسبب موضوع تاني ان انا بحاول اهرب من مشاكلي من خلال الفلوس، فالفلوس دي تخليني اتعلق بحاجات تانية واولويات تانية عشان اوصل لها، مع ان الموضوع مش موضوع فلوس اطلاقا. ده انا بهرب من مشاكلي عن طريق ان انا اروح اشوف اداه تحل لي مشاكلي وهي الفلوس، مع ان الموضوع اصعب بكتير. لان انت لما تروح عشان توصل للفلوس في يوم من الايام في مشاكل بتقابلك فيها، محتاج تتخطى المشاكل. فاذا المشكله هنا مش مشكله تعلق اصلا، المشكله هنا ان انا مش عارف احل مشاكلي، وده هنتكلم عنه برضه في فيديوهات تانية كتير. لان كل حاجه سبب مشكله ما في حياتنا هي مربوطه بسبب تاني احنا حتى الان ما نعرفوش، والا لو كنا نعرفه كنا حليناه. سبب المشكله ومعرفتها و50% من الحل. فدور اغلبيه وقتك عن ايه سبب المشكله، وهنشوف ازاي نحلها، ده ابسط. بس لو عرفت المشكله هنا اكبر حاجه. واخيرا، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لك. يعني في حياتك اطلب اول حاجه في حياتك ان ربنا يبقى معاك، وبعد كده ربنا ما يبقى معاك هيديك الاولويات اللي انت عايزها عن طريق ان هو يهدي لك نفسك. خلي بالك من دي قوي، لان سبب مشاكلك كلها اللي انت مش حاسس ان انت مبسوط مع نفسك. كبيره قوي
حقيقي. خلي بالك من النقطة دي، ان ربنا نفسه بيطعم الحيوانات والطيور اللي في السماء دي، مش واقفة عليك انت. خلي بالك احنا مش شايفينه، فيمكن لو شفناه نبدأ نكتشف الصورة الحقيقية ان احنا معرفناهاش لحد دلوقتي. وخليك مهم قوي تكون عارف الموضوع ده. تعلق الحاجة الوحيدة اللي لما تتعلق بيها هتحررك هي ربنا. كل ما تتعلق بغير كده هيسجنك اكتر وبيتعبك اكتر مش بيريحك. فخليك دايما شايف الاولوية من حياتك وهي ربنا وبس كده. سلام.